بين الفريقين. نحن نمر الى اخر 9 دقائق انطلاق الامل عبره. محمد يحيى خطيره اماميه، فرصه الى يسجل الامل عبره اول اهداف اللقاء، وهو هدف ياتي من اللاعب الغاني رزاق بوبكر. هنا ينطلق محمد يحيى حمدي في هجمه مرتده، وضع الكره بشكل جميل للغاني رزاق، انطلق مكسيم ولكن بين القدمين تمر الكره من المهاجم رزاق ليحرز اول اهداف اللقاء لمصلحه الامل عبره، ليعطي احتفاليه كبيره في المدرج الشعبي وفي المقصوره واحتفاليه لفريق الامل. لاحظ محمد يحيى هنا التمريره، انطلق اللاعب، سبق اطهر الطاهر وسبق ايضا مكسيم، وضع الكره داخل الشباك ليعلن عن احتفاليه لفهود الشمال داخل ملعب عبره في الدقيقه السادسه او السادسه و30. هدف اول في اللقاء. لعب ناريه تطلق على الدين، لمسه كره تعودت لنذار حامد الى ابو بكر كيمي، خطير ابو بكر كيمي، تصيبه والكره جول. هو البوركيني كيمي يعدل لفريق الهلال النتيجه بهدف، ووضعه داخل الشباك وبعدها الذهاب ليحتفل مع لاعبي دكه البدلاء. هنا لاحظ اللمسه من نذار حامد، انطلقت لابو بكر كيمي، وهنا صوب الكره فوق الحارس مرتضى حسن لتسكن شباك الحارس. هدف من البوركيني بوبكر كيمي، والذي يعلن عن احتفاليه هلاليه هذه المره في الشباك، وبعدها يشكر صانع الهدف نذار حامد بطريقته الخاصه بوبكر كيمي. هنا البدايه من وليد على الدين، ولمس الكره لنذار حامد، تقدم ولمح اللاعب، لمس الكره، انطلق بوبكر كيمي رغم المضايقه من عمار الدمازين، الا انه صوب كره مع تقدم الحارس ووصلت خلف الحارس وهو نحو السقوط الى الشباك. هدف للتعديل لفريق الهلال في الدقيقه التاسعه من زمن شوط اللعب الثاني. يمر عمار الدمازين ولكن كره الى اندرزينو الى نذار حامد، لمسه لابو بكر كيمي، طلق على البوركيني كيمي، تصيبه قويه من كيمي، جول مره ثانيه، كده كانت ثاني مره من ابو بكر كيمي. البوركيني يوز شباك الحارس مرتضى حسن في اقل من دقيقتين بتصيبه قويه هذه المره في حلق المرمى. وهنا اللمسه تحولت للبوركيني، ابو بكر كيمي تقدم، رفع الراس، صوب بقوه، والكره صعبه داخل الشباك. هدف ثاني للبوركيني ابو بكر كيمي ولفريق الهلال. دقيقه 11 بعد دقيقتين تماما يتقدم من جديد ليسجل مرة ثانية المهاجم ابو بكر كيمي في مرمى الحارس مرتضى حسن، وهذه المرة ايضا بالتصويب، لكن هذه المرة كانت عالية في سقف مرمى